بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ذكر يعقوب المنصور فإن أول من يتبادر إلى أذهان كثير من الناس هو يعقوب المنصور الموحدي، بطل الموحدين وبطل معركة الأرك الشهيرة ومخضع ممالك الأندلس ومشيد الحضارة الهائلة والصروح العظيمة كالمآذن الثلاث: حسان في الرباط، والخرالدة في إشبيلية، والكتبية في مراكش. لكن ما لا يعلمه كثير من الناس أنه حكم المغرب يعقوب آخر، ولقب كذلك بالمنصور، لا يقل عظمة عن سابقه. هذا الرجل وحد المغرب وبسط نفوذه عليه، بل هو الذي أسقط دولة الموحدين وجعلها أثرا بعد عين. الحديث هنا إخواني عن يعقوب المنصور المريني. هذا الرجل حكايته حكاية. بدأت قصة يعقوب لما رأت أمه، وكانت لا تزال فتاة لم تتزوج بعد، رأت في المنام رؤيا عجيبة. رأت كأن شيئا خرج من قلبها ثم طار إلى السماء، فعم نوره جميع أرجاء الأرض. استيقظت وهي مملوءة بالعجب، فقصت رؤياها على أبيها، وذهب بها إلى أحد المعبرين الصالحين المعروفين في بلده، فقال له: إن صحت رؤياها فإنها ستلد ملكا عظيما يعم خيره جميع الناس. مرت الأيام، تزوجت أم اليون برجل يدعى عبد الحق بن محيو، وهذا الرجل سيكون له شأن كذلك في دولة بني مرين. ثم ولد لهما طفل سموه يعقوب، ولم يكن يدري أحد بأن هذا الطفل سيصير فيما بعد من أعظم السلاطين الذين مروا بتاريخ المغرب، وأعظم سلاطين بني مرين على الإطلاق. هذه الفترة التي ولد فيها يعقوب المريني كان المغرب يعيش فترة من الاضطراب، فدولة الموحدين أصبحت دولة ضعيفة مهزوزة الأركان، وكانت الضربة القاسمة التي تلقتها في معركة العقاب في الأندلس سنة 609 للهجرة، فقد انهزم الموحدون هزيمة نكراء في هذه المعركة. المارينيون استغلوا هذه الفرصة، فبدأوا يغيرون على أطراف دولة الموحدين، فضموا البلدة تلو البلدة، والمدينة تلو المدينة، والقرية تلو القرية، إلى أن أصبح لهم نفوذ لا يستهان به. وتوالت الأيام إلى أن ورث الحكم يعقوب بن عبد الحق الذي سيلقب بعد ذلك بالمنصور، تولى زمام أمور المرينيين، وهنا تغير كل شيء. يعقوب لما تولى حكم المرينيين كان قد تجاوز سن الأربعين، وكان خبيرا بالحرب والسياسة والإدارة، فأدار شؤون المرينيين كأحسن ما تكون الإدارة. قبل أن يشرع يعقوب المنصور المريني في تحقيق أكبر أهدافه، وهو إسقاط دولة الموحدين، أراد أن يتخلص من الإزعاج الذي كانت تسببه دولة بني عبد الواد شرق المغرب، وكانت عاصمتها تلمسان. توجه إليهم ودخل معهم في معارك فحد من خطورتهم، ثم توجه بعد ذلك إلى مدينة سلا التي سقطت في يد قوة قشتالية، فدخل معهم كذلك في معركة قوية وخلص منهم هذه المدينة. فلما اطمأن على ظهره توجه إلى مراكش، آخر معاقل الموحدين، فدخل مع الموحدين في معارك فاصلة وطاحنة، سفكت فيها الكثير من الدماء كما تروي كتب التاريخ. ثم انتصر ودخل مراكش سنة 668 هجرية، وقتل فيها آخر ملوك الموحدين. وبهذا يبدأ في المغرب، أو تبدأ في المغرب صفحة جديدة، صفحة بني مرين. لم يكن يعقوب المنصور رجل حرب فقط، بل وصفته الكثير من المصادر بأنه كان كثير العبادة، دائم الذكر، محبا للعلماء والصلحاء، كريما متواضعا، رؤوفا على الفقراء والمساكين، وكان رجل دولة بكل ما تحمل كلمة من معنى. فقد أنشأ مرافق للفقراء، وأنشأ مرافق للعميان والمصابين بالجذام، وأمر الأطباء بتفقد أحوالهم، وأجرى لهم رواتب من بيت المال، وأنشأ مدارس وأكرم فيها طلبة القرآن وطلبة العلم. إذا نتحدث عن رجل دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كان يعقوب بن عبد الحق المنصور شديد الغيرة على بلاد المسلمين،
فكان كلما استنجد به بنو الأحمر في الأندلس إلا وعبر إليهم وأعانهم ضد القشتاليين، فخاض في الأندلس معارك كثيرة، انتصر في الكثير منها وغنم فيها يعني الكثير من المغانم. فنحن نتحدث عن رجل مجاهد قضى حياته كلها في خدمة الإسلام والمسلمين، وكان يرى في سقوط الأندلس خطرا كبيرا على العالم الإسلامي ككل. إذا نحن نتحدث عن شخصية استثنائية، لأنه لم يرث دولة قوية ثم حكمها، بل وجد نفسه يعني فردا من قبائل من البدو الرحل يغيرون على هذه المدينة أو تلك، لكن لما صار الأمر إليه يعني تغير كل شيء. أسقط دولة الموحدين، وحد المغرب الأقصى، ثبت فاس عاصمة لملكه، اهتم بالعلم والمدارس، أنشأ المؤسسات للفقراء والمرضى والمحتاجين، دافع عن سواحل المغرب، هاجم الأندلس في أكثر من مرة وحارب القشتاليين فيها، يعني خاض حروبا ضد ممالك أخرى كمملكة بني عبد الواد، إلى أن صار يعني ملء السمع والبصر، وأصبح أشهر يعني ملك في إفريقيا. لذلك لقبه المؤرخون أو وصفه المؤرخون بأنه أعظم ملوك بني مرين. السلام عليكم.